الفستان يا جماعه عادي اهو زي ما احنا شايفينه، ما فيهوش اي حاجه، بس اكيد احنا مش هنلبسه عادي لان احنا دورنا بنعمل ستايل للحاجه، بنغير شكل الحاجه، بنعمل لها تاتش كده مختلف. فتعالوا نشوف هنغير شكل الفستان دوت ازاي بكذا طريقه. معاكم وجدان طلب باي ويجو. هنعرف الفستان نلبسه بكذا طريقه ازاي. الفستان قطعه مهمه جدا تبقى عند كل الناس سواء في الصيف او في الشتاء. بقدر البسه في كل الاوقات وبكذا طريقه مختلفه. بقدر البسه الصبح والبسه بالليل والبسه في الشغل بطرق كتير مختلفه. النهارده هلبس الدريس وهوريكم الفستان اقدر البسه ازاي في كل الاحوال. اول لوك هنشوفه مع الفستان الفيست الجلد، زي ما قلت لكم وكلمتكم على القطع الاساسيه اللي المفروض اشتريها في الشتاء. هعمل لكم منشن للحلقه علشان تعرفوا وتفتكروا الحاجه اللي لازم تبقى موجوده عندي. منها الفيست الجلد. عملت لوك اهو مع الفستان ادى شكل مختلف وغير شكل الفستان خالص. الفستان بقى كان كاجوال، الفستان كان ساده، الموديل بتاعه ايه، اي حاجه بضيفها على الفستان بتغير الشكل بتاعه. تعالوا نشوف قطعه كمان لو لبستها على الفستان هتعمل شكله ازاي. هنشوف الجاكيت الجلد كمان نقدر نلبسه على الفستان ازاي. وده الجاكيت اللوك لما حطيناه على الفستان عمل لوك هارلي، بس خلي بالكم ان احنا الشوز لازم نلبس حاجه كده برده معاه عشان يعمل لوك مختلف خالص، ما نبقاش لابسين عادي. ايه رايكم في الجاكيت ولا الفيست؟ لازم تقولوا لي برده الكومنت، تحبوا الفيست ولا الجاكيت الجلد اكتر على الدريس. هجرب كمان الكارديجان مع الفستان، وده لوك دفى شويه على الفستان، تحسوا كده ان انتم متدفيين لابسين الكارديجان الصوف وطويل نفس طول الفستان، فبيدي لوك برده مختلف خالص وجديد. وممكن نعمل له حاجه كمان، انا هو مفتوح كده انا ممكن اقفله والبس له حزام زي ما هنشوف دلوقتي. ناخد الحزام نحطه على الكارديجان، هيعمل لوك مختلف خالص مع الفستان وهيعمل لي ويست عشان خاطر برده الفساتين ايه يبقى ليها لوك كده مختلف مع الواحد غير البنطلونات وغير اي لبس. في ناس بتحب تعمل لوك كده مختلف وتبقى فاتحه الكارديجان وحاطه الحزام كاكسسوارز كحاجه مكمله عليها، وفي ناس طبعا بتقفل الكارديجان خالص كده وبتحط الحزام وتضيقه خالص وتحدد بيه الوسط اكتر. فانتوا شوفوا انهي لوك بتحبوه وجربوه على الفساتين اللي عندكم. هعمل لوك بقى مختلف خالص وكاجوال برضو، ان انا هلبس حاجه كامله على الفستان. عملت لوك مختلف خالص على الفستان، خليته كاجوال كده تقدروا تروحوا بيه النادي زي ما تكونوا لابسين لبس رياضه، بس كمان مش هسيبه واسع كده زي البونشو علشان جسمي كده مش باين خالص، لازم احدده. فهعمل ايه، هحط برضو الحزام واعمل له لوك برضو مختلف. هنجيب الحزام مش هنحطه عليه كله، هنحط الحزام من قدام وهسيب من ورا، مش هعمله بالحزام عشان نعمل برضو ستايل وشكل جديد ومختلف غير اي حد لما بيلبس بلوفر او يلبس حاجه على الفستان بتبقى شكلها عادي. وهضيق كده وهنظبط الحزام وهعمله بالشكل ده. ايه رايكم؟ مستنيه الكومنتات والاسئله، ولو حد عنده افكار برضو كاجوال كده للفستان يقول لي. وده شكل كمان مختلف بتاع الفيست الجينز على الفستان زي بالظبط الجاكيت الجينز بس دوت كات، يعني عشان لو الجو حرر زي ما احنا شايفين كده، الجو لغايه دلوقتي لسه ما بردش. ايه رايكم، جاكيت ولا فيست؟ ابعتوا برضو وقولوا لي. وده لوك بقى ترندي ومختلف خالص، ممكن ينفع بالليل كده للعشاء. البليزر الاوفر سايز مع الدريس بيدي برضو شكل مختلف خالص وبيدي شويه شياكه. ده ادى الشياكه شويه خصوصا بعد ما غيرنا البوت كمان وخليناه فورمال شويه، مش بكعب بس مختلف طبعا عن الهارلي لوك. ايه رايكم في البليزر الاوفر سايز على الدريسز؟ عرفنا ازاي نقدر نلبس الفستان ونقدر نعمل كذا لوك ليه مختلف وكذا ستايل وكذا طريقه. الفستان قطعه مهمه جدا، اوعي تستغني عنها في الدولاب.